السلام عليكم. الأسبوع الأول من الدوري خلص وكانت نتائجه كالتالي: لعب يوم الأربع حرس الحدود في سموحة وسموحة كسب 3-1، وطلائع الجيش لعب مع المصري والمصري كسب 2-0. الخميس لعب الجونة وزد اف سي وكانوا متعادلين 0-0، ومودرن فيوتشر وانبي برضو تعادلوا 0-0. الجمعة لعب فاركو مع الاتحاد والاتحاد كسب 1-0، وبيراميدز بتروجيت اتعادلوا 1-1، والزمالك والبنك الأهلي كسب الزمالك 3-2. لينا كلام على مباراة بيراميدز وبتروجيت، اللي بتروجيت كان مفاجأة في الماتش، وبيقدر انه يخسر بيراميدز باعتباره أصبح من أحد المنافسين. قدر يخسروا 2 بونت في أول مباراة في الدوري بنظامه الجديد السنة دي. والزمالك كسب البنك الأهلي في مباراة عليها كتير من علامات استفهام، وكانت سبب في إيقاف محمد عادل الحكم صاحب مباراة الاحتواء الشهير. السبت لعب الإسماعيلي غزل المحلة ودي خلصت 0-0، ولعب الأهلي وسيراميكا كليوباترا ودي خلصت 5-2 في أداء قوي وإنذار لكل الفرق من النادي الأهلي بعودته بقوة لعبا ونتيجة، وحط سيراميكا في حجمه الطبيعي، وده كان المتوقع. الأسبوع التاني بيبدأ يوم الخميس الجاي إن شاء الله، ولكن لينا كلام على مباراة الزمالك والبنك الأهلي، واللي كان فيها إثارة وندية وأخطاء تحكيمية كانت سبب في تأثير على نتيجة المباراة. وكمان لينا وقفة مع مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اللي أدى شوط أول جيد أو جيد جدا كمان، ولكن كالعادة الأهلي خرج برضه في الشوط فايز 2-1، ونزل الشوط التاني كأنها فرقة تانية وقدر يخلص الماتش 5-2.